أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في خبر قدامي: غلاء الأسعار. كيف رأى مصريون أسباب وحلول الارتفاع الحاد المطرد في تكاليف المعيشة والسلع؟ مش عارف والله. غلاء الأسعار طبعا بيكوي المواطن، وموضوع الراتب طبعا لا يتناسب تماما مع غلو هذه الأسعار، والدولة مش ساكتة. فطار النهارده حضرتك طبق الفول السادة من غير أي شيء ب20 جنيه. صراحة الدولة مش ساكتة ولا الحكومة ساكتة، مش واقفة تتفرج خالص خالص خالص. بصراحة الموضوع يا جماعة، الموضوع هو أزم شوية، وإن شاء الله هيكون فيه انفراجة قريب جدا، لأن رئيس حكومتنا زي ما قال قبل كده الإعلامي توفيق عكاشة وحلف على المصحف، قال وحياة هذا المصحف إن ما في رئيس في الكون بيشجع على غلاء الأسعار، ولكن ممكن يكون الحكومة بتكون سبب في ذلك. ده بالنسبة للإعلامي توفيق عكاشة. طيب، وحياة المصحف ده وأنا في رمضان، أصل أنا جايبه علشان بحلف بيه، علشان خاطر يبقى أنا عملت اللي عليا وأبقى خارج ضميري مرتاح. وحياة المصحف ده وربي انا بعمل زي الفلاحين بالظبط ما بيعملوا. وحياة المصحف ده ما في رئيس جمهورية في الارض كلها بيبقى عايز يزود اسعار، ولا في اي حكومة في الارض كلها بتبقى عايزة تزود اسعار. تعالوا نشوف موضوع غلاء الاسعار. انا بصراحة بعيب او بوجه اللوم على بعض الاعلاميين اللي بيطلعوا طبعا يستفزوا المواطن، بيستفزوه بشكل واضح جدا جدا. راجل النهارده بيقبض بالدولار او بيقبض ملايين ومعاه عربيته وبيطلب ديليفري، وان كان مثلا بيروح طبعا اجتماعات وغيره وغيره وغيره، فمش في دماغه اي شيء. لكن النهارده لو انت جردته من وظيفته الاعلاميه ومن المرتب اللي هو بياخده ونزلته في شقه بالايجار وبيدفع نور وميه وكهرباء، ساعتها هيحس فعلا بالمواطن. ليه حرب عليكم شديدة جدا قادمة؟ لأن حضرتك عرفت الخير اللي ربنا بعته لكم فين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال انا بشبع يوم وبجوع يوم عشان احس بالايه؟ بالغلبان. انما النهارده اما تلاقي واحد طالع يتكلم ويقول يا جماعه انتم احمدوا ربنا، ماشي، احنا حامدين ربنا وما قلناش حاجه، والله كل مواطن في مصر فعلا بيحمد ربنا وبيحب رئيسه، والدليل على كده ان كل انتخابات اديكم شايفين كنا بنعمل ايه. مفيش حاجه، الشعب المصري طيب وغلبان، ولكن كل ما هنالك عايز يعيش عيشه مستوره. النهارده انا طالع بلوم على الاعلاميين اللي بيطلعوا يهيجوا الناس ويستفزوهم. لا يمكن ان يستمر الحال هكذا. يا ريت اللي يقول كلمة معقولة، ما يقولش كلمة تستفز المواطن. لما المواطن النهاردة يكون راجل مديون، مرتبه ما بيقضيش حوالي مثلا اسبوع، اللي عنده 3 عيال أو 4 عيال، اللي عايز يجوز بنته، اللي عايز يجوز ابنه، اللي عايز يبني لابنه، كل ده ما بقاش فيه. انت يا دوب بقيت تقضي الاكل بالعافية، حتى اللحمة بقيت تاكلها ممكن تكون مرة يا في الشهر يا في الاسبوع، يا الله اعلم بالناس. في ناس بدأت النهاردة تجيب الرجول، الفراخ، بدأت تاكل الاجنحة، الاجزاء بتاع الفراخ. ده مش عيب، ولكن النهاردة الغلاء الفاحش ده علاجه ايه؟ النهارده الساعة 5 تلاقي بسعر، الساعة 6 تلاقي بسعر، بالليل تلاقي بسعر، الصبح تلاقي بسعر. طبعا العملية عملية بوخت، عملية زادت
طالتنا كلنا وخاصة اللي بيتقاضى مرتب محدد. ويا سلام لو بيتم استقطاع جزء من المرتب مثلا في قرض، او يتم استقطاع المرتب بالكامل في القرض، يبقى النهارده المواطن ده هيعيش ازاي؟ ده اللي انا بوصله. والنهارده الموضوع ده عامل زي اجتياح كورونا، في ناس كتير جدا عليها قروض كتيره جدا، والنهارده المشاريع وقفت، الناس ما بقتش تشتري، ما بقاش في فلوس، فبالتالي المفروض الحكومه تنظر لهذه او لهذا المواطن اللي جاب قرض عشان يشغل مشروع، والمشروع ده وقف. النهارده بتوع القروض بينزلوا له بيفضحوه، عايزين فلوسنا، لا نشتكيك، طبعا هو غصب عنه. المفروض النهارده الحكومه تنظر للمواطنين دول اللي هم جابوا فلوس وكانوا بيشغلوها، ولكن المشاريع بدورها وقفت. تاني حاجة الإعلاميين اللي بيطلعوا بجد يقولوا كلام بيخلي الواحد يقعد ربنا يعلم بيه، وخاصة الإعلام الخارجي بيصطاد هذه الكلمات ليسوقها بطريقة غبية وغريبة، إن بيتريق على الإعلام المصري، لأن الإعلامي لما يطلع يقول كلام غير معقول وغير واقعي يبقى ما بيتكلمش عن المواطن، ولا بيعبر عن المواطن، ولا أيضا بيعبر عن الحكومة، لأن كلامه بيكون له آثاره السلبي على الحكومة نفسها. النهارده المعارضه يا جماعه البناءه بتخفف عن كاهل الحكومه. النهارده لما اطلع افضفض واقول فده رحمه، لان النهارده الكبت بيولد الانفجار. النهارده انا راجل النهارده شايف السوق عامل ازاي، شايف الغلاء عامل ازاي، شايف الدولار بيجتاح ازاي، شايف سعر الذهب ازاي، شايف الاعلاف ازاي، شايف اللحوم ازاي، شايف الفراخ ازاي، كل ده غلو موت. فالنهارده يا جماعه لازم الواحد يفضفض، لاني زي ما قلت الكبت بيولد الانفجار. طبعا يا جماعه غلاء الاسعار كلنا طبعا حاسين وعارفين. الكيلو اللحمه وصل كام، طبق الكشري وصل كام، طبق الفول وصل كام، البصل وصل كام، كل الحاجات دي كلها، الدهب وصل كام، الدولار وصل كام، كل القصه دي كلها احنا عارفينها وحاسينها وشايفينها، والحكومه كمان عارفه، ولكن المواطن بيفضفض. مش مثلا حته الفضفضه ديت ان هو مثلا بيعادي الحكومه، لا مفيش معاداه ولا حاجه، ولكن بيقول انا عايز حلول، انا عايز اعيش عيشه كريمه، عيشه حره، وانا كمصري راجل مسالم. احنا عايزين نعيش عيشه كريمه، عيشه حره، عيشه تناسب الجميع.